خلينا نفترض ان ده عمود خرسانه، العلبه دي كده عمود خرسانه، والعلبه دي عمود تاني، عمود من اللي بيبقى جوه البيوت دي اللي بيشيل السقف، تمام. وهنفترض بقى ان ده السقف الخرساني اللي احنا بنقف عليه او اللي احنا بنشوفه فوقنا ده. لما بتيجي تقف فوق السقف او تحط حمل عليه، السقف بيكون عايز يفتح بالمنظر ده، عايز يتكسر لتحت. فاحنا بنعمل ايه بقى عشان نحل المشكله دي؟ بنروح حاطين حديد من تحت كده، حديد التسليح، وهنا هنمثل حديد باستك. فلو حطينا الاستك من تحت كده، لو انا جيت اضغط على السقف من فوق، الاستك بيقول له لا تعالى مش هتفتح، نفس اللي بيعمله الحديد بالظبط. طب لو احنا نقلنا الاستك ده وخليناه فوق، ولا ليه لازمه؟ لو احنا جبنا حمل معين وحطيناه كده، لو قد حمل السقف او قوه الاستك اللي محطوط، فالسقف هيفضل مستقر. لكن لو احنا زودنا الحموله بحمل شديد، السقف هينهار، لان التصميم اللي متصمم عليه السقف ما يقدرش يشيل الحمل ده، فلازم نزود عدد الاساتك اللي تحت. نيجي للناحيه الثانيه كده نوضحها اكتر. لو قلنا بقى ان دي بلكونه، دي بلكونه لو انا وقفت عليها من هنا كده فعايزه تقع لبره، عشان نمنعها انها تقع لازم نحط لها استك من فوق كده. طب لو حطيناه من تحت ولا ليه لازمه. وبالتالي نقدر نستنتج من كده ان مكان الحديد لا يقل اهميه عن كميه الحديد اللي بتتحط. بالعكس، انا لو حطيت الاستك ده من فوق هنا هيبقى وزن زياده على المنشأ ولا ليه اي لازمه. فالاستراكشر اناليسيز وفهم طريقه التحميل جوه المنشأ هي اكتر الحاجات اللي ممكن تمنع حدوث الشروخ فيه. المهندس دوره، والكلام ده بوصله للناس العملاء العاديين مش المهندسين، لان طبعا كل المهندسين فاهمين الكلام ده. المهندس دوره انه يعمل استراكشر اناليسيز ويعرف التحميل ماشي ازاي جوه المنشأ، عشان في النهايه ما نلاقيش ان في بلكونه مشرخه نتيجه ان حد بنى سور هنا فالمنشأ ما استحملش، او التصميم ده ما استحملش، او ان حد عمل مخزن هنا فحصل سقف في الشرخ لان الحديد مش مكفي المخزن اللي اتحط عليه. هنناقش كل المواضيع دي كلها بشكل مفصل على اليوتيوب في فيديوهات جميله جدا وبسيطه بالشكل ده. خشوا على القناه واعملوا لنا سبسكرايب، ولو عجبكم اعملوا لنا لايك. شكرا.